بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثالث ثانوي، النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض درس 23 يوليو 1952. آه، الحصة اللي فاتت كنا اتكلمنا، أو في الشرح اللي فات كنا اتكلمنا عن عوامل قيام الثورة: استمرار الاحتلال البريطاني وحرب فلسطين وفساد النظام الملكي والأسلحة الفاسدة والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله، مرورا بالضباط الأحرار، مراحل تنظيم الضباط الأحرار، ازاي ظهروا، ازاي تحركوا داخل الجيش، مرورا بانتخابات نادي الضباط طبعا وفوز محمد نجيب، مرورا بقيام الثورة بقى وعوامل التخطيط للثورة واختيار يوم، يعني بداية اختاروا احنا زي ما احنا عارفين 1955 ثم 23 يوليو 1952. وعرفنا ده كله عندما محمد نجيب ألقى بيان الثورة، والشعب موقف الشعب لما رحب بالثورة والتفوا حول المذياع اللي احنا عارفينه ده كله. رحنا بعد كده عند نقطة مهمة اللي هي الملك فاروق، وايه هو موقف الملك فاروق من الثورة. لما قلنا ان لما في له موقفين، اللي هو في البداية طبعا أقال علي ماهر وقام بتعيين وزارة الهلالي، والموقف الثاني اللي هو طبعا قدم استقالته ووثق او مضى وثيقة التنازل على العرش لأحمد فؤاد اللي هو ابنه. وبكده بنقول ان احداث الثورة انتهت. ثورة 23 يوليو 1952 كان ليها مبادئ. ايه هي مبادئ ثورة 1952؟ المبدأ فيه 6 مبادئ، بنقسمهم عشان نبقى سهلين عليكم في الحفظ: 3 قضاء و3 إقامة. طيب، 3 قضاء اللي هم ايه؟ القضاء على الاستعمار، والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال، القضاء على الإقطاع، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة جيش وطني قوي، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة. لو ركزت معايا هتلاقي إن المبادئ ال6 اللي موجودين قدامك هتلاقي معظمهم في عوامل قيام الثورة. إزاي؟ يعني في عندنا رقم 1 القضاء على الاستعمار، موجود في عوامل قيام الثورة اللي هو كان استمرار الاحتلال البريطاني. القضاء على الاحتكار مش موجود، بس انا عارف ان الاحتكار ده اللي كان هو محمد علي، اللي هو كان تعريفه هو ان تقوم الدولة ممثلة في محمد علي بتحديد نوع الغلات التي تزرع ونوع المحاصيل وثمن شرائها وثمن بيعها في السوق. لو تفتكر كده، في مثلا القضاء على الاقطاع، دي كانت في عوامل قيام الثورة اللي هي سوء توزيع ملكية الاراضي الزراعية. في مثلا ايه؟ إقامة جيش وطني، دي موجودة في أي مبدأ من مبادئ أي ثورة، من يعني ثورة العرابيين، ثورة 19 هتلاقي فيها إقامة جيش وطني قوي. طيب، دي مبادئ الثورة. يبقى 3 قضاء و3 إقامة: قضاء على الاستعمار، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، إقامة القضاء على الإقطاع. طب وإقامة إيه؟ عدالة اجتماعية، جيش وطني قوي، وأخيرا إقامة حياة ديمقراطية سليمة. ده لو جالك فيها سؤال هيجي يقول لك إيه؟ دلل، اذكر المبادئ التي قامت عليها ثورة 1952. طيب، نفرق بقى، عشان النقطة اللي جايين عليها دي نقطة مهمة جدا، هي إنجازات الثورة. مبادئ الثورة انت بتحفظهم: 3 قضاء و3 إقامة، احفظهم كده وانتهينا منها. نروح عند حاجة تانية مهمة اللي هي إنجازات الثورة. إنجازات الثورة يا شباب بنقسمها ل3: إنجازات على المستوى المحلي في داخل مصر، المستوى العربي الوطن العربي، وإنجازات على المستوى العالمي أو المستوى الدولي. ناخد أول واحدة اللي هي إنجازات على المستوى المحلي. الإنجازات على المستوى المحلي بتقسم إلى 3: يعني إنجازات سياسية، إنجازات اقتصادية، وإنجازات اجتماعية. ناخد اول واحدة فيهم نصحصح مع بعض. يبقى انجازات بنقسمهم الى محلي وعربي ودولي. المحلي بيقسم الى 3: سياسي، اقتصادي، اجتماعي. ناخد اول واحدة اللي هي في المجال السياسي. ايه اللي حصل في المجال السياسي؟ ثورة 1952 عملت ايه في المجال السياسي في سياسة الدولة؟ ايه اللي حصل؟ احنا عارفين اي ثورة بتحصل بعدها على طول بيتم الغاء الدستور ووضع دستور جديد، خصوصا في مصر. فمثلا بعد ثورة 52 في عام 1923 إلغاء دستور 1923 في نفس السنة بتاعت الثورة اللي هي 1952. يبقى من إنجازات ثورة 52 على المستوى السياسي: 1 إلغاء دستور 1923. لو تفتكر دستور 1923 الذي كان يعطي للملك سلطات أعلى من السلطة التشريعية والتنفيذية. طيب، إيه رقم 2 في المجال السياسي؟ إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وتعيين محمد نجيب كأول رئيس للجمهورية. الكلام ده كان حصل امتى؟ في يونيو 1953. رقم 3: حل جميع الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب. الكلام ده كان امتى؟ يناير 1953. طيب، يونيو بعد كده حاجة مهمة جدا:
توقيع اتفاقية الجلاء، والجلاء يعني رحيل القوات المحتلة، توقيع اتفاقية الجلاء في أكتوبر 1954. طب الجلاء ده هيتم إمتى؟ هيتم في خلال 20 شهر، وبالفعل سيتم رحيل جميع القوات البريطانية أو الإنجليزية عن مصر في يونيو 1956. أخيرا تأميم الشركة العالمية لقناة السويس في يوم 26 يوليو 1956. التواريخ منفصلة عن بعض، الشيء المشترك فيهم ان كلهم جم بعد ثورة 52، يعني ده شيء طبيعي. السؤال ده مهم جدا في المجال السياسي، احفظ التواريخ. يعني تم الغاء دستور 23 في ديسمبر 1952، الغاء الملكية واعلان الجمهورية في 1953، حل جميع الاحزاب السياسية في نفس السنة برضه اللي هي 1953، توقيع اتفاقية الجلاء ودي اهم واحدة فيهم، انا بعتبرها اهم واحدة فيهم 1954، تأميم شركة قناة السويس سنة 56. طيب نروح بعد كده على انجازات الثورة في المجال الاقتصادي. انجازات الثورة في المجال الاقتصادي، انا عارف اي اقتصاد يعني 3 حاجات: زراعة وصناعة وتجارة. يبقى الاقتصاد لوحده متقسم زراعة وصناعة وتجارة. طيب ما هي انجازات الثورة في، ناخدهم واحدة واحدة كده. في الزراعة، ايه اللي حصل في الزراعة؟ في الزراعة احنا بنقول حاجتين: رقم واحد استصلاح أراضي جديدة في الصحراء، يعني استصلاح أراضي صحراوية خصوصا في منطقتي مديرية التحرير والوادي الجديد. رقم اتنين بناء السد العالي، واحنا عارفين من أيام ابتدائي ما هي فوائد بناء السد العالي، طبعا أنقذ مصر من أخطار الفيضان وأخطار الجفاف. يبقى إذن في الزراعة حاجتين حصلوا: استصلاح أراضي في مديرية التحرير والوادي الجديد. اتنين بناء السد العالي الذي حمى مصر من أخطار الفيضان والجفاف. خلصنا كده من الزراعة. طب نروح عند الصناعة. الصناعة فيها حاجات كتير لكنها سهلة، فبنقول مثلا ان يعني بعد سنة 1952 قامت الثورة بإنشاء يعني مصانع بتزيد من إنتاج الدخل القومي. طيب المصانع دي زي ايه؟ زي رقم واحد من أهم المصانع ومن أهم المشروعات: رقم واحد توليد الكهرباء من خزان أسوان. خزان أسوان ده غير السد العالي خالص، خزان بعد السد العالي في مدينة أسوان. اتنين التوسع في استخراج البترول وإنشاء معامل لتكريره. رقم 3 إقامة مصنع للحديد والصلب في حلوان. رقم 4 إنشاء المصانع الحربية، طبعا والمصنع الحربي فايدته لإمداد الجيش بحاجته من الأسلحة والذخائر. رقم هاء تدعيم التعليم الصناعي، طبعا لما بدعم التعليم الصناعي هطلع عمال مهرة هيشاركوا في المصانع اللي انا بعملها. اخيرا اقامة صناعات جديدة والتوسع في الصناعات القائمة او الصناعات اللي موجودة حاليا. طيب التوسع في استخراج البترول دي مفهومة. إقامة مصنع الحديد والصلب في حلوان مفهومة برضو. إنشاء المصانع الحربية، طبعا لو قلنا فيها بما تفسر يعني من أهم إنجازات الثورة قامة بما تفسر إنشاء المصانع الحربية، هتقولي طبعا لمد القوات المسلحة بالعتاد والأسلحة والذخيرة. تدعيم التعليم الصناعي وإقامة صناعات جديدة والتوسع في الصناعات القائمة. الكلام ده كله سهل، الكلام يعني معظمه كنا واخدينه في أيام محمد علي، في اهتمام محمد علي بالصناعة. بالنسبة للصناعة كده خلصت برضو. نروح بعد كده على آخر حاجة في الاقتصاد اللي هي التجارة. ايه اللي حصل في التجارة؟ التجارة حصل فيها مشاكل كتير. رقم واحد التجارة بعد ثورة 1952 عملت حاجتين في التجارة. رقم واحد تمصير البنوك، والتمصير ده عكس النجلزة، يعني بدل ما جعلها انجليزية، لا المرة ده تمصيرها يعني جعلها مصرية. فتم تمصير جميع البنوك والشركات التأمين ووكالات التصدير والاستيراد، وتعيين رجال مصريين لإدارتها. رقم 2 توجيه تجارة مصر الخارجية إلى كل دول العالم وفتح أسواق جديدة. يبقى بنقول في حاجتين: تمصير كل البنوك ووكالات التصدير والاستيراد، وبالتالي تعيين مصريين لإدارتها. رقم 2 توجيه التجارة لتشمل كل دول العالم وفتح أسواق جديدة. كده يبقى انتهينا من إنجازات الثورة على المجال الاقتصادي. نروح بعد كده على الحاجة الثالثة اللي هي إنجازات الثورة في المجال الاجتماعي. إنجازات الثورة في المجال الاجتماعي شيء لذيذ جدا وجميل جدا، بنتكلم فيه نقطتين فيها. في المجال الاجتماعي خلي بالك لان كل نقطة منهم سؤال، يعني ممكن يقول لك ايه دلل
او اذكر اهم انجازات الثورة في المجال السياسي. بتقول كل اللي المجال السياسي اللي التواريخ اللي احنا قلناها كلها. دلل انجازات الثورة في المجال الاقتصادي، بتقول اللي حصل في الزراعة والصناعة والتجارة. او دلل اللي هتيجي دي في المجال الاجتماعي. يبقى انت لازم تكون حافظ ومركز كده، والمعلومات يعني مبسطها في مخك ومرتبهم ترتيب بسيط كده. طب تعالي نشوف الاجتماعي ايه اللي حصل. في الاجتماعي عملوا حاجتين بعد ثورة 52. تم القضاء على الإقطاع، والقضاء على الإقطاع ده كان من أهم عوامل قيام الثورة. وكنا فاكرين الإقطاع اللي هي فئة قليلة تملك، وفئة كبيرة اللي هي يعني تعمل وتظلم. فرقم واحد تم القضاء على الإقطاع. طيب إزاي هيتم القضاء على الإقطاع؟ من خلال قانون الإصلاح الزراعي. إيه هو قانون الإصلاح الزراعي دوت؟ قانون الإصلاح الزراعي طلع في 9 سبتمبر 1952، وقال إنه لا يجوز لأي شخص أن يمتلك أكثر من 200 فدان. طب اللي بيمتلك أكثر من 200 فدان إيه اللي يحصل؟ هنديله ال 200 فدان، وباقي الأراضي هتوزع على الفلاحين. بعد كده عدل الدستور، عدل البتاع دوت اللي هو القانون، وبدل ما 200 فدان لا قالوا ان هي تبقى كام؟ 100 فدان. وانتهت في الاخير وعدلت مرة تانية لعند ما تبقى 50 فدان. طيب يبقى اذا رقم واحد في المجال الاجتماعي القضاء على الاقطاع من خلال اللي هو قانون الاصلاح الزراعي في 9 سبتمبر 1952. ايه تاني؟ اقامة عدالة اجتماعية. طب ازاي هيتم اقامة عدالة اجتماعية؟ من خلال المبادئ اللي هو المبدأ الرابع للثورة، اللي هو لو كنا نفتكر في المبادئ 4 إقامة، 3 إقامة و3 قضاء. فإقامة عدالة اجتماعية اللي هي رقم 4 دي هيتم يعني عملها ازاي؟ هنعملها ازاي؟ رقم واحد تعميم مجانية التعليم. مجانية التعليم تبقى على كل الناس. 2 إصدار قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يعني كل الناس هيكون عندهم تأمين وليهم معاش. 3 هنحدد عدد ساعات العمل، بدل ما كان الناس شغالين يعني ما فيش قانون يعمل عمل يعني بيحدد ساعات العمل، لا هنحدد قانون. اشراك العمال في مجلس الإدارة بالنسبة للشركات. تخصيص نسبة من الأرباح للشركات. الناس اللي عندهم حد في شركة هيعرفوا ان في طبعا بياخدوا مكافأة على الإنتاج، كل ما يشتغل أكتر بياخد طبعا زيادة. وأخيرا الاهتمام بالمرأة، يعني فأعطى للمرأة حق الترشح في الانتخابات. يبقى انت يعني في كتاب المدرسة هو جايبها كعنصر كامل كده بنقراه، بس احنا واحنا بنذاكر لازم نقسمهم 1 2 3 عشان نفهم. هنقولهم كمان مرة: تعميم مجانية التعليم، إصدار قوانين التأمينات، تحديد عدد ساعات العمل، وإشراك المرأة في العمل، وتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في الشركة، وإشراك العمال في مجلس إدارة الشركة. في بعد كده على نروح بعد كده على حاجة. خلاص كده خلصنا، ده كله محلي يا ولاد، يعني كل اللي حصل دوت في المستوى المحلي. عرفنا اللي حصل في السياسة وفي الاقتصاد وفي الحالة الاجتماعية. بعد كده بنروح على في المجال العربي او على المستوى العربي. ايه اللي حصل؟ ثورة 1952 تحملت مساعدة الشعوب العربية للاستقلال من الاستعمار اللي حصل فيها. طب الدليل على كده ايه؟ انا مش عايز كلام، انا عايز بالدليل. ازاي بقى ان هي يعني ساعدت الدول العربية؟ هنقولهم في 3 نقط. رقم 1 ساعدت بلاد السودان والمغرب والخليج واليمن على نيل استقلاله. تاني: السودان والمغرب ودول الخليج وإمارات الخليج يعني واليمن على نيل استقلالها. 2 وقفت بجانب الثورات العربية مثل العراق واليمن. ايه تاني؟ أيدت ولا تزال طبعا القضية الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية لها حدود مستقلة طبعا عن الكيان الصهيوني. يبقى إذن في المستوى العربي بقول والله إن هي ساعدت دول في الاستقلال زي الإمارات الخليج واليمن والمغرب. طيب 2 ساعدت ثورات زي مين؟ زي في عندي ثورة العراق وثورة اليمن. ايه تاني؟ هقول ان هي يعني لا تزال تؤيد الشعب الفلسطيني في استيراد حقوقه. بالنسبة على المستوى الدولي بنقول ان ثورة 1952 كان لها مبدأ انها تمشي في المستوى الدولي. ايه هي مبادئ الثورة على المستوى الدولي؟
أهم هدف من أهداف الثورة في المجال الدولي إن هي تحارب الاستعمار بكل صوره وأشكاله، وده على كده اللي حصل في الوطن العربي. وكمان هنزود بقى مش هنتكلم بقى على الوطن العربي، احنا بنتكلم على مستوى دولي، فهنقول سعادة كل الشعوب اللي هي موجودة في قارة آسيا وفي قارة أفريقيا. ما ينفعش إن أنا أقول محاربة الاستعمار في دول الوطن العربي، لا، في المجال العربي أنا خلصته وخدته، ما عايش عايزه تاني. أنا عايز على المستوى العالمي، عايز أطلع بره قارة، بره الوطن العربي. فبقول سعادة دول آسيا، شعوب آسيا وأفريقيا في التحرر. إيه تاني؟ رفضت مصر الانضمام إلى أي حلف من الأحلاف العسكرية، وانتوا واخدينها طبعا في الجغرافيا، اللي هو الأحلاف العسكرية، اللي هو حلف الناتو وحلف وارسو وغيره. فمصر رفضت وتبنت فكرة اللي هي اسمها فكرة عدم الانحياز. يعني عدم الانحياز يعني ملناش دعوة بحد، يعني أنا لا هلتزم إن أنا أروح للكتلة الغربية او الكتلة الشرقية، وهتبنى مبدأ عدم الانحياز. وبالفعل يعني تم تبنت مصر سياسة عدم الانحياز. عدم الانحياز في مصر عملت مؤتمر في اندونيسيا اسمه في مؤتمر 1955، في مؤتمر باندونج باندونيسيا. ايه اللي حصل فيه؟ طبعا كان المؤتمر ده فيه 29 دولة. ال 29 دولة دول لوحدهم أكتر من نص سكان العالم. آه، تبنت في مصر فكرة عدم الانحياز. طيب ازاي رفضت مصر الانضمام الى الاحلاف العسكرية؟ معلش احنا اتلخبطنا في نقطة بس، لا يعني لما قلنا محاربة الاستعمار دي خلصنا منها. رفض الانضمام الى الاحلاف العسكرية دي احنا قلنا بس اتلخبطنا فيها. يعني ممكن نقول ايه لما مصر رفضت الانضمام الى الاحلاف العسكرية؟ امريكا وبريطانيا حاولوا ان هم يضموا مصر الى حلف اسمه حلف بغداد سنة 1955. حلف بغداد ده كان فيه العراق وكان فيه تركيا وكان بريطانيا، لكن مصر رفضت. طيب دي كده رفض الانضمام الى الاحلاف العسكريه. هقول حيث رفضت مصر الانضمام الى الاحلاف العسكريه، حيث حاولت بريطانيا اجتذاب مصر الى يعني توقيع او معاهده حلف بغداد او الانضمام الى حلف بغداد، ولكن مصر ايه؟ رفضت. طب بالنسبه لسياسه الحياد اللي هو عدم الانحياز، او حيث بالفعل مصر كان لها دور في مؤتمر باندونج باندونيسيا سنه 1955 اللي اشترك فيه 29 دوله اللي هم بيمثلوا اكثر من نص سكان العالم. ونتيجه للدور مصر العالمي دوت، ما النتائج المترتبه على سياسه مصر على المستوى الدولي؟ السؤال ده مهم. أدى ذلك إلى تعرض مصر لمؤامرات زي العدوان الثلاثي سنة 56 وعدوان 1967، واللي هناخدهم بالتفصيل. يبقى ما النتائج المترتبة على سياسة مصر الخارجية؟ تعرض مصر للمؤامرات الخارجية زي العدوان الثلاثي على مصر اللي هو 67، والعدوان الثلاثي سنة 56، وعدوان إسرائيل سنة 1967. بعد كده بروح لي على نقطة يعني مش مهمة جدا في الدرس، لكن بيقول لي طبعا توفي اسمه ايه ده، جمال عبد الناصر في سبتمبر 1970، وتولى الكفاح من بعده محمد أنور السادات. محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر طبعا هم أحد قيادات ثورة 1952. محمد أنور السادات عمل دستور مصر الدائم سنة 1971، توحيد الجبهة الداخلية في مصر عشان يواجه العدو، وإعداد الجيش للحرب، وإصدار قرار ببدء حرب أكتوبر اللي هندرسه بالتفصيل بعد كده في كفاح مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي في فصل اللي هو بعد كده الفصل السابع تقريبا. الفصل السابع بالظبط. بكده نكون انتهينا من الدرس. أرجو إن الشرح يكون وافي، أرجو إن أنا أكون يعني عملت اللي عليا. اتمنى ان الناس تكون فهمت، اتمنى الناس تكون استوعبت. اي حد عنده اي سؤال اي تعليق يكتبه في اسفل الفيديو، وانا ان شاء الله هحاول ان انا ارد عليه في اسرع وقت ممكن. لو عجبك الفيديو دوس لايك عشان استمر في الدعم واقدم للناس اكتر استفادة. وشكرا لحسن استماعكم والى اللقاء.